السلام عليكم. تاني ام محمد تاني؟ ها يا ام محمد، هتطفحينا وتطفحي العيال ايه النهارده؟ راح اعمل كبده، تابعوني تابعوا الكبده. اتابع الكبده ليه يا ام محمد؟ هي الكبده بتعمل محتوى؟ هذه الصينيه. لا المره دي الصينيه كبيره، لا وسليمه. ها ركز لي في جمله سليمه دي. بس الزيت جنب الانبوبه الله يسامحهم ما بقاش منها الا دهون. دول هيعملوا ايه بس؟ ام محمد انا نفسي اشوف لك نص ازازه زيت على بعضها، كل مره تتهم اي حد شكل ان ازازه الزيت غلصانه بسبب انت اللي مخلصاها على البقلاوه والفول اللي بتعمليهم يا ام محمد. انا مش عارفه ما بيني وما بين ازازه الزيت دي ايه السنه دي، نفسي اعرف. انت عايزه خرطوم زيت من شركه كريستال يتوصل على الازازه دي علشان الازازه دي ما تتحدفش وفي نفس الوقت ما تفضاش. ام محمد انت نسيتي تحدفي طبق البصل بعد ما فضي، يعني لو مش خدت بالك يعني. وادي الطماطم. عجبني فيها انها حاطه كل حاجه في طبق لوحده، شفت النظام؟ وعجبني فيها برضو انها بطلت تحدف الاطباق. وادي الفلفله. الفلفله؟ ايه الفلفله دي؟ ايه الفلفله ده يا صبر؟ فلفل فلفل اخضر فلفل. وادي الشبت. كان ممكن تهدف الطبق كده، فاهم؟ الى انها راحت قلبه ايديها وراحت لاسعه الطبق في الحيطه، غلط من الطبق، هو اللي بيرجع لها تاني فبتضطر تحدفه. وادي الكبده. الست دي من مصر، من عندنا من مصر. انا ملاحظ ان البقلاوه ما هياش بقلاوه والكبده ما هياش كبده. دي كبده ايه؟ انهي نوع الكائن اللي دي كبدته؟ وبعدين دي صينيه خضار بريحه الكبده، دي تفه كبده مرميه، ده اذا اقتنعنا ان دي كبده اصلا. بعمل كبده للعيال. كبده للعيال؟ ام محمد انت لو عطست هتخلصي الصينيه اللي قدامك دي. حتى بقى البهارات. بهارات ايه يا ولاد؟ ده سندوتش، ده سندوتش يا وليه، ده انت كسرت اطباق اغلى من سندوتش الكبده اللي انت عاملاه ده. حتى البهارات ايه؟ الشبت. يا سلام يا سلام على الصنعه. قالت لك ايه؟ انا مش حاطه بهارات قدامكم كده، ده حطاها مع الشبت وقلبته على بعضه. الترتيبات دي بتبقى مهمه، زي ما هي مرتبه الاطباق كده وفي الاخر بترزعهم في الحيطه. خليكوا كله ببعض. ادي الكبده يا جماعه. كبده؟ العيال عايزين كبده؟ مصممين عايزين كبده، ما تبقاش ازعلهم. ما هو انت بعد السندوتش ده هتزعليهم، انت لما كنتيش عملت لهم كبده كان العيال ارتاحت، انما عامله لهم سندوتش واحد عيال هياكلوا يا ام محمد. بقول لك انت لو اتكرعت في الصينيه دي هتاكليها بألمونيتها. ادي الكبده. دي رمت المغرفه ولا الكبشه دي تتكسر دي بجد. لو الاطباق ما بتتكسرش دي تتكسر يا وليه يا وليه يا وليه. ما بقناش لاقيين لك حله واحده سليمه. طب سؤال، هترمي ايه بعد كده؟ ها لما تكسري كل دول هترمي، والمشكله بتيجي في الفيديو اللي بعد منه الصينيه سليمه. ده سبحان الله، دي روحانيات دي. ادي الكبده. ادي الكبده انت ترد. عرفت ام الكبده، عرفت. ادي الكبده عرفت ان دي كبده. تعالوا كلوا كبده. تعالوا كلوا معايا كبده. تعالوا كلوا كبده، تعالوا كلوا معايا كبده. انا نفسي اعرف ابو محمد فين. مش موجود صح؟ انا عرفت هو هرب ليه دلوقتي يا وليه. انا عرفت الراجل خلع عليه. تخيل بتتعامل مع الصينيه والكبده، تعالوا كلوا كبده بالشكل ده. تعالوا بتترد اللي عايزه كبده. تخيل بقى ابو محمد كانت بتتعامل معاه ازاي. سلام عليكم.